جاهزين لشي صحي وسهل؟ خلينا نعمل خبز شمندر. وليش تحديداً اخترت خبز الشمندر؟ ببساطة لأنه مليان فوائد، منها أنه بيرفع الهيموغلوبين وبيحسن الدورة الدموية لأنه غني بالحديد. جهزت المكونات اللي بدي أحضر منها الخبز: كاستين كبار طحين قمح كامل، معلقتين كبيرة زيت زيتون، نص معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة سكر ممكن استبدلها بالعسل، ومعلقة صغيرة خميرة فورية. والمكون الأساسي بهي الوصفة هو الشمندر. استخدمت 5 حبات شمندر، سلقتهم لحتى استووا، بعدين طحنتهم ونعمتهم بهذا الشكل. وهلأ بخلط الخميرة مع نص كوب مي دافية، وبضيف لهم كمان السكر، وبتركهم 10 دقايق لحتى تتفاعل الخميرة. وهلأ بضيف بوعاء لطحين القمح الكامل مع الملح. اخترت طحين القمح الكامل لأنه غني بالألياف وبيساعد على الهضم والشبع لفترة أطول. وهلأ بضيف الشمندر يلي أنا هرسته من قبل. شوفوا لونه ما شاء الله بياخد العقل. الشمندر من الخضار يلي غني كتير بالفيتامينات وممتاز لصحة الدم، وفيه مضادات أكسدة بتحسن صحة الكبد، ومناسب للدايت لأنه سعراته أقل من الخبز الأبيض. وبعد ما تفاعلت الخميرة هلأ بضيفها بالتدريج لخليط الطحين يلي عندي، وبحركهم مع بعض لحتى يتشرب الطحين السائل وتتكون عندي العجينة تكون متماسكة. وبضيف للعجينة معلقتين زيت زيتون، وبكمل العجن على سطح أملس. بعجن لمدة من 7 ل10 دقايق لحتى أحصل على عجينة لينة وما بتلزق. وبعد ما خلصنا عجن هلأ بنحط العجينة لحتى تتخمر. بندهن السطح بالزيت لحتى نحافظ عليها رطبة وما تنشف، ومنغطيها بالنايلون. تركتها لمدة ساعة لحتى تخمرت، وهي شكلها بعد التخمير. وهلأ بقطع العجينة لأجزاء متساوية وبكورها. وبغلف العجين بالطحين من الجهتين لحتى يسهل علي هلأ فرد الخبز. رشينا السطح بالطحين، وهلأ بنبدأ بفرد الخبز. لازم راعي لما بدي أفرد العجينة إنه تكون السماكة من كل الجهات نفسها، حتى الأطراف تكون رقيقة مو سميكة، لأنه لما بتكون الخبزة رقيقة هاي الخطوة كتير مهمة لحتى تنتفخ معي الخبزة وقت الخبيز. شوفوا كيف سماكتها. وبكمل فرد باقي العجينة بنفس الطريقة. بخلص كل الكمية وبغطيهم مشان ما ينشفوا بقطعة قماش. بتركهم لحتى يتخمروا 20 دقيقة، وبعدها بيكونوا جاهزين لحتى نخبزهم. بمقلاية على الغاز وعلى نار عالية بحط الرغيف وبقلبه كل 30 ثانية، أو بعد من 1 ل10 وبقلبه على الطرف الثاني، وبخفف النار للوسط. أول ما بتبلش تطلع الفقاعات بضغط عليها بهذا الشكل لحتى ساعد إنه الانتفاخ يتوزع ويكبر بكل الرغيف. وإذا ما انتفخت بتكون العجينة سميكة أو بيكون النار مالها حامية. وضروري كتير بعد الخبيز نغطيهم بقطعة قماش لحتى نحافظ على الخبزات يضلوا طرايا. اللون لحاله حكاية. هي خبز الشمندر صار جاهز، لونه بجنن، طري ومليان فوايد، عن جد صحي بكل معنى الكلمة. الشمندر فيه مضادات أكسدة مثل ما خبرتكن، بتحسن صحة الكبد، بيساعد على الشبع وبينظم الهضم لأنه بالقمح الكامل وفيه ألياف عالية، بالإضافة لأنه بيرفع الهيموغلوبين وبيحسن الدورة الدموية، وهو مصدر لفيتامين بي وسي، وفي حديد ومغنيسيوم، مشان هيك بيقوي الجسم وبيزيد الطاقة. وفوق كل هاد لونه بجنن وطعمه مميز. جربوا خبز الشمندر وشاركوه مع أحبابكم وأصحابكم، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإن شاء الله صحة وهنا.